أنا نادية وعندي 38 سنة، ودي قصتي أنا وكريم أخو جوزي اللي عنده 28 سنة، وحكايتي كمان مع جوزي أحمد اللي عنده 43 سنة. اسمعوا القصة دي كويس علشان محدش يظلم كريم ويقوله إزاي تعمل كده مع مرات أخوك. أنا اللي عارفة الحقيقة وعارفة قد إيه كريم ده غلبان قوي، وعلشان كده لازم تعرفوا إيه اللي وصلني أنا وهو لجنون أوضة النوم، وإزاي جوزي أحمد كان بيتفرج علينا وكان بيشجعنا. القصة دي لازم تسمعوها من أولها لآخرها علشان تفهموا السر اللي بينا وتعرفوا مين اللي كان محتاج للتاني أكتر. وياريت لو أول مرة تدخل قناة خبايا الحكايات ياريت تشترك وتنورنا وتفعل زر الجرس علشان القصة دي توصل لك كاملة. ولو انت من عيلتنا ما تنساش اللايك علشان القصة دي تطلع وتوصل لكل الناس. يلا بينا نبتدي القصة النهاردة ونشوف ايه اللي حصل بين الست ومرات أخوها تحت عيون جوزها. أنا نادية عندي 38 سنة متجوزة، أحمد بقالي 16 سنة جوزي عنده شركة استيراد وتصدير، ومشكلتي الكبيرة اللي بتموتني من جوايا هي إن أحمد مسافر طول الوقت، بيسافر 2-3 ويرجع أسبوع، وطبعا لما يرجع يكون تعبان ومرهق وما عندوش أي رغبة في حاجة. كنت دايما أقوله يا أحمد أنا ست ولي احتياجاتي، أنت مسافر طول الوقت وحتى لما بتيجي بتكون تعبان ومش قادر تعمل حاجة، حرام عليك طلقني علشان أروح أتجوز واحد موجود، يعني مش غايب طول الوقت. وهو يرد عليا ببرود ويقولي يا نادية صبرك على الغربة، صبرك أنا بشتغل علشانك علشان نعيش عيشة كويسة، اصبري بس شوية وهيبقى عندنا فلوس وهقعد معاكي. في البداية كنت مصدقاه وكنت صابرة، بس مع السنين بدأت أحس إني بموت من جوايا كل يوم بيعدي. كنت بحس إني عايشة في سجن من الوحدة والحرمان. كنت بصحى الصبح على صوت المنبه مش على صوت جوزي، كنت بنام بالليل وأنا حاسة إن نص السرير فاضي وبارد. كنت بعدي الأيام لحد ما أحمد يرجع، وكل مرة كنت بتأمل إنه لما يرجع هيكون أحسن، بس كل مرة كان بيرجع أسوأ من المرة اللي قبلها. كنت بحاول أشغل نفسي بأي حاجة علشان الوقت يعدي، كنت بروح الجيم، كنت بشوف صحباتي، كنت بعمل كورسات في أي حاجة، بس كل ده ما كانش بيملى الفراغ اللي جوايا. أنا مش محتاجة فلوس، أنا محتاجة جوزي يكون معايا، محتاجة حد يحسسني إني ست، محتاجة حد يشعرني إني موجودة، مش مجرد واحدة قاعدة في البيت بتستنى جوزها يرجع من السفر. بعد 2-3 كنت بشوف صحباتي سعداء مع جوازهم وكنت بغير منهم. كنت بتمنى لو عندي جوز زيهم موجود معايا كل يوم، حتى لو مش غني زي أحمد بس على الأقل موجود. في مرة من المرات قلت لأحمد إني عايزة أشتغل علشان أشغل نفسي وما بقاش عندي وقت أفكر في حاجة. قال لي لأ، مراتي ما بتشتغلش، انتي قاعدة في البيت ومرتاحة وده كفاية. قلت له بس أنا مش مرتاحة، أنا تعبانة نفسيا، أنا عايزة أعمل أي حاجة علشان أحس إني عايشة. قال لي ما تعمليش مشاكل يا نادية، أنا بوفر لك كل حاجة، انتي عايزة إيه تاني؟ في مرة تانية قلت له يا أحمد أنا عايزة أسافر معاك في الشغل علشان ما نبعدش عن بعض. قال لي مستحيل، أنا بسافر للشغل مش للفسح، ومش هينفع تيجي معايا، وقفل الموضوع خالص. أحمد عنده أخ اسمه كريم أصغر منه، عنده 28 سنة، ولسه لما اتجوز شاب وسيم قوي وجسمه رياضي وطوله حوالي 185 سنتيمتر. كريم كان ساكن في الإسكندرية بيشتغل مهندس في شركة كبيرة هناك، بس في يوم من الأيام أحمد قال لي إن كريم هينقل شغله القاهرة وعايز يقعد معانا في البيت فترة لحد ما يلاقي شقة. قلت له ماشي عادي مفيش مشكلة، بس أنا كنت خايفة شوية علشان أنا هبقى في البيت مع كريم لوحدنا معظم الوقت وأحمد مسافر. كنت بقول لأحمد ياريت تلاقيله شقة بسرعة علشان مش كويس إني أقعد مع أخوك لوحدنا في البيت. بس أحمد كان بيضحك ويقول لي أنتي بتفكري في إيه يا نادية؟ ده أخويا وإنتي مرات أخوه، مفيش حاجة غلط، وكمان أنا واثق فيكي وفي كريم مية في المية. كريم كان شاب محترم قوي وخلوق ومؤدب، كان دايما بيساعدني في البيت، كان بيجيب الحاجات من السوبر ماركت، كان بيصلح أي حاجة بتخرب في البيت، كان بيسأل عليا دايما ويطمن عليا، كان بيعاملني زي أخته الكبيرة بالظبط، وأنا كنت مرتاحة معاه وحاسة إنه فعلا أخويا الصغير. أول لما كريم دخل بيتي الموضوع اختلف. أنا عارفة إن جمالي وجسمي لسه مظبوط، صدر ممتلئ ووسط نحيف ومؤخرة مدورة،
والحمد لله ربنا رزقني بجسم حلو، رغم إني عندي 38 سنة بس شكلي أصغر من سني بكتير بفضل الجيم والعناية بنفسي. أنا مش بعمل حساب لحد في لبس، في بيتي يا دوبك جلابية، بيت خفيفة كده، وساعات مفيش حاجة كتير. تحتها ده كله كان ممكن يعمل مصيبة مع شاب لسه صغير زي كريم، بس أنا كان في دماغي حاجة تانية خالص. أنا كنت بعامله كأخويا الصغير، كنت بطبخله، كنت بغسل هدومه، كنت بكوي ليه، كنت بعامله زي ابني بالظبط. في الأسبوع الأول كل حاجة كانت عادية. كريم كان بيروح الشغل الصبح ويرجع بالليل، ويقعد في أوضته يشتغل على اللابتوب بتاعه أو يتفرج على التلفزيون، وأنا كنت براحتي. بس بعد كده بدأت ألاحظ حاجات غريبة. بدأت ألاحظ إن كريم بيبص لي بطريقة مختلفة، مش بصة أخ لمرات أخوه، لأ دي بصة راجل لست، بصة فيها شهوة وإعجاب. كنت بحس بعينيه عليا وأنا ماشية، كنت بحس إنه بيتابع كل حركة بعملها. كنت بلاحظ إنه لما بكلمه عينيه بتنزل على صدري وبعدين بترجع لعيني بسرعة. كنت في الأول بقول لنفسي لا يمكن أنا اللي بتخيل، بس مع الوقت بقيت متأكدة إن في حاجة بدأت تتغير. في مرة كنت بشيل حاجة من على الرف العالي ووقفت على السلم والجلابية طلعت شوية ورجلي بنت. كريم كان واقف تحت بيمسك السلم علشان ما يتحركش، ولما بصيت تحت لقيته بيبص لرجلي بطريقة مش عادية. لقيت عينيه مسمرة كده في رجلي وفي فخدي اللي كان باين شوية. حسيت بأشعريرة غريبة في جسمي، حسيت بحاجة دفيانة جوايا بدأت تصحى من ثباتها العميق. في يوم كنت بطلب منه يجيب لي كوباية مية من المطبخ، وأنا واقفة على الكرسي بنظف الدولاب العالي وهو ورايا يبقى يجيب لي الكوباية. حسيت بحاجة بتتحرك ورايا كده، ده كان الموبايل بتاعه في جيبه. اتفاجئت بس عملت نفسي يعني مش حاسة، وكنت بتلكك علشان أطول المدة وهو ورايا. قلت له اوعى بقى أنا هجيبها، ولما بصيت عليه لقيت الموبايل بتاعه كبير قوي وطالع بطريقة فظيعة ووشه أحمر. بس ده ما كانش كسوف، ده كانت شرارة بدأت تولع في قلبي. قلت لنفسي يا نهار، ده اللي أنا شايفاه ده ولا أنا بحلم؟ قلت لنفسي يا نادية اتقي ربنا، ده أخو جوزك. بس عيني كانت راحت على الموبايل وما قدرتش أبعد عيني عنه. من اليوم ده بدأت أحس إني بدأت أبص لكريم بطريقة مختلفة. بدأت ألاحظ جسمه الرياضي، بدأت ألاحظ عضلاته لما بيلبس الفانلة الضيقة، بدأت ألاحظ شكله وهو رايح يستحمى بالفوطة. بس بدأت أحس إن في حاجة جوايا بدأت تصحى، حاجة كانت نايمة من زمان. بدأت أسأل نفسي أنا مالي؟ بقول لنفسي يا نادية اتقي ربنا، ده أخو جوزك، ده حرام. بس جسمي كان بيقول حاجة تانية خالص. جسمي كان بيصرخ فيا ويقول لي انتي محتاجة، انتي عطشانة، انتي عايزة حد يحسسك إنك ست. في الليل كنت بنام وأنا بفكر في كريم، كنت بتخيله جنبي على السرير، كنت بتخيل إيده بتلمسني وبوساته على رقبتي. كنت بصحى من النوم وأنا محتاجة ومبللة وحاسة بالذنب. في نفس الوقت كنت بقول لنفسي أنا بعمل إيه يا نادية؟ ده حرام، ده أخو جوزك، بس مش قادرة أمنع نفسي من التفكير فيه. في ليلة من الليالي كنت قاعدة بكلمة أحمد على الفيديو وكنت زهقانة منه بعبه على غيابه وإني مفيش فايدة. قلت له بعصبية أنت مش راجل، طلقني. وهو قال لي طيب بصي يا نادية، وجات له فكرة ساعتها جنونية. قال لي ما تستعيني بكريم. قلت له ازاي يعني؟ قال لي كريم شاب قوي ولسه في عز شبابه، وأنا عارف إن كريم بيبصلك، أنا شايفه من الكاميرا.